مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. انجاز 65% من اعمال بناء سد ديرفو. اجتهاد اصحاب البساتين في فرو لتلبيه طلب الاسواق من المنتجات الزراعيه. الجمعية الوطنية لمحاقي الحرب تقوم بتأهيل المحاقين في دباروا. الرئيس الصيني يبلغ ماكرون استعداده لتعميق علاقات البلدين. لافروف يؤكد أنهم ملزمون بمنع اندلاع حرب نووية. قتلى في هجوم على إحدى ضواحي العاصمة الهيئتية بورت أو برينس. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تم تشييد نسبة 65% من سد ديرفو الذي بدأ في الربع الأول من عام 2024 بالتعاون بين قسم الإنشاءات التنموية في الإقليم الأوسط ووزارة الزراعة وأعضاء الفرقة 60 لقوات الدفاع. وأفاد منسق المشروع المهندس بنيام هيلي أن العمل بدأ مطلع يناير بمشاركة الشعب، كما يتم نشر 400 عنصر من الفرقة 60 يوميا منذ فبراير. وأضاف المهندس بنيام أن السد قام بالفعل بتخزين 30,000 متر مكعب من المياه، وعند اكتماله سيكون قادرا على تخزين 200,000 متر مكعب للاستهلاك المنزلي وتنمية البساتين. وأوضح قائد الفرقة 60 من جانبه أن وحدة الجيش الشعبي تقوم ببرامج تنموية بالإضافة إلى المهام الوطنية المنوطة بها. وعرب مدير ضاحية ديرفو السيد عمر إبراهيم عن ثقته في أن السد سيحسن الحياة الاجتماعية والاقتصادية للسكان، وأثنى على أعضاء الفرقة 60 لعملهم المتفاني. كما قام مواطنو مديرية أخريا يوم أمس 19 من نوفمبر بإعداد وليمة لعناصر الفرقة 60 المشاركين في بناء سد ديرفو. هذا وتقع ديرفو التابعة لمديرية أخريا على بعد 17 كيلومترا شمال أسمرة، ويبلغ عدد سكانها 5500 نسمة. أوضح المزارعون المثاليون في ضاحية دانانلو التابعة لمديرية فرو والذين ينشطون في الزراعة المروية منذ عام 2011 بأنهم يعملون على تلبية احتياجات الأسواق المحلية. وأكدوا بأن تشجيع الخبراء الزراعيين بالإضافة إلى موارد المياه المتوفرة في إنتاج الخضروات والفواكه مكنتهم من إنتاج كميات كافية تلبي احتياجات الأسواق المجاورة. أوضح خبير تنمية الفواكه والخضروات الشاب محمود صالح أن سوق المنتجات آخذ في التوسع نتيجة لاجتهاد المزارعين وتخطيهم للتحديات التي تواجههم لأسباب طبيعية وأخرى موسمية. وأفاد مسؤول مكتب الزراعة في المديرية سيد تسفاي تولي أن المساحة المزروعة بالخضروات بلغت حوالي 97 هكتارا. كما تشهد زراعة الفاكهة نموا ملحوظا، مشيدا بجهود أصحاب البساتين. يعمل مكتب الزراعة في إطار تطوير برنامج تربية النحل بإدخال المناحل الحديثة في 10 قرى بمديرية قالة نفحي. وأفاد عضو وحدة الثروة الحيوانية بالمكتب السيد حدش سرقي أن خلايا النحل التقليدية التي يستخدمها المزارعون غير متنقلة ولا تدر دخلا مقارنة مع الجهود التي يبذلها المزارعون. ودعا المدير التنفيذي لضاحية عد حوشة السيد تسفى سلاس ولدو والمدير التنفيذي لضاحية حنبرتي السيد تخلي قبر مريم السكان بشكل عام والمزارعين بشكل خاص إلى تفعيل مشاركتهم في تنفيذ الخطط التنموية لوزارة الزراعة. وأكد منتج العسل الفوائد التي سيحصلون عليها من التوسع في استخدام خلايا النحل الحديثة. أهلت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب أكثر من 40 من أعضائها في مديرية دباروا بتربية المواشي وخلايا النحل. وأوضح مسؤول الشؤون التنظيمية في الجمعية السيد محمد نور إدريس في المناسبة بأن هدف برنامج التأهيل هذا هو تمكين المعاقين من الاعتماد على أنفسهم بإيجاد مصدر دخل. وقد تم تأهيل المعاقين بتقديم 10,000 نقفة لكل من المؤهلين بالمواشي والتدريب والدعم بالمناحل والنقود لمربي النحل. وذكر المعاقون بأن هذا الدعم سيمكنهم من تحسين حياتهم المعيشية مشيدين بالدعم الحكومي والشعبي. أكد مسؤول مركز صحة محجر الممرض تخلاقي انخفاض نسبة وفيات الأمهات والأطفال عند الولادة نتيجة لجهود المركز ووعي المجتمع. وأضاف أن الأمهات الحوامل يخضعن للفحوصات اللازمة للأمراض المعدية وغير المعدية في الأشهر الأولى من الحمل، مما يسهم بشكل كبير في تقليل وفيات الأمهات والأطفال من خلال تقليل المضاعفات أثناء الحمل والولادة.
وأفاد الممرض التخليعي أنه تم توزيع 5000 ناموسية على سكان بلدة أم حجر، بينما تم رش المبيدات في حوالي 1700 منزل. وأضاف ممرض التوليد الممرض ساجاي كبدي أنهم في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام زادت خدمات رعاية ما قبل الولادة بنسبة 5%، وأن أكثر من 400 أم أنجبت تحت الرعاية الطبية في المركز الصحي. وعبر المواطنون عن رضائهم بالخدمات الصحية التي تلقوها والتي وفرت لهم الوقت والمال. استشهد المناضل الزموي تولى مدهن في 14 من نوفمبر الجاري جراء مرض ألم به عن عمر نهز 69 عاما. التحق المناضل الزموي في صفوف جبهة التحرير الإريترية في يناير من عام 1975، ثم انضم إلى صفوف الجبهة الشعبية في أغسطس من عام 1977، وناضل ضمن الوحدات القتالية وقسم التسليح والمواصلات، ثم خدم شعبه ووطنه بعد التحرير في الإدارات الشعبية. المناضل الشهيد زموي تولى مدهن رب أسرة وأب ل5 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى في 15 من نوفمبر في مقبرة الشهداء بمدينة مندفرة. هذا وتعرف وزارة الدفاع بالغ حزنها باستشهاد المناضل زموي تولى مدهن، وتعزي ذويه وزملائه المناضلين ومن عمل معه. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيدة العالمي. أبلغ الرئيس الصيني شي جين بين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده لتحقيق العلاقات الاستراتيجية مع فرنسا وتعزيز التعاون القائم على المنفعة المتبادلة وفق وكالة رويترز. ونقل التلفزيون الصيني المركزي عن شي قوله لماكرون في اجتماع بقمة ال20 أن الصين وفرنسا قوتان مستقلتان وناضجتان ومسؤولتان، والعلاقة بين البلدين لها أهمية استراتيجية وعالمية فريدة. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ أن العالم يدخل فترة جديدة من الاضطرابات والتغيير، منتقدا النزاعات الأحادية والحمائية لصالح العولمة الاقتصادية مع اقتراب عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ملزمة بمنع اندلاع حرب نووية مع الدول الغربية. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي أن روسيا ستعتبر إطلاق صواريخ بعيدة المدى يتحكم فيها خبراء عسكريون أمريكيون على الأراضي الروسية مرحلة نوعية جديدة من الحرب والنزاع في أوكرانيا. وأضاف أن الهجوم الذي شنته أوكرانيا على منطقة بريانسك الروسية باستخدام صواريخ أتاكمز التي زودتها بها الولايات المتحدة كان إشارة واضحة إلى أن الغرب يريد تصعيد الصراع في أوكرانيا. وأشار إلى أن الموافقة الغربية على مثل هذه الضربات الأوكرانية تعني المشاركة المباشرة لدول حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والدول الأوروبية في الحرب بأوكرانيا، لأن البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي وأفراده يجب أن يشاركوا في تحديد الأهداف وإطلاق الصواريخ. ولفت إلى أنه يأمل أن يتم قراءة العقيدة النووية الجديدة لموسكو التي خفض فيها الرئيس فلاديمير بوتين الحد الأقصى لتوجيه ضربة نووية بعناية. أعلنت الشرطة في هايتي أن أكثر من 20 شخصا يشتبه في انتمائهم لعصابات إجرامية قتلوا في بورت أو برنس عاصمة البلاد بعد أن شارك سكان الشرطة في صد محاولة هجوم ريلي على ضاحية راقية في المدينة. وتزامنا مع ذلك أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تعليق عملياتها في البلاد بسبب تصاعد العنف. وتم إغلاق ضاحية بيتيون عندما وضع سكان حواجز في الشوارع وطلبوا من الأشخاص الذين ليسوا من المنطقة البقاء في منازلهم، واحتشدوا لحماية المنطقة من هجوم آخر للعصابات. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا لمناقشة تصاعد العنف بهايتي. وقالت منظمة أطباء بلا حدود أنها ستوقف عملياتها في عاصمة هايتي ومحيطها بسبب تصاعد العنف والتهديدات التي يتعرض لها موظفوها من قبل أفراد الشرطة. في الخبر الأخير، توسعت الاحتجاجات ضد اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لتشمل بلجيكا وإيطاليا وبولندا إضافة إلى فرنسا، بينما تراقب ألمانيا والنمسا وإيرلندا الوضع بعدم رضا فمعظم الدول الأوروبية وخصوصا ألمانيا وأسبانيا ترغب في إنهاء الاتفاقية في أقرب وقت ممكن. ووجه اتحاد كوباغوشيتشا وهو أكبر لوبي زراعي في الاتحاد الأوروبي نداء للمفوضية الأوروبية برفض الاتفاقية، واصفا إياها بمنطقة محظورة للمزارعين الأوروبيين.
ويأتي ذلك بينما يواصل المزارعون الفرنسيون يومهم الثاني من الاحتجاجات ضد اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور وسط السعي المفوضية الأوروبية وغالبية الدول الأعضاء للتوقيع عليها مطلع ديسمبر المقبل، بينما تبحث فرنسا عن حلفاء لإيقاف الاتفاقية. في نهاية النشر لكم تسكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إنجاز 65% من أعمال بناء سد درفو. اجتهاد أصحاب البساتين في فرو لتلبية طلب الأسواق من المنتجات الزراعية. الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب تقوم بتأهيل المعاقين في دبر. الرئيس الصيني يبلغ ماكرون استعداده لتعميق علاقات البلدين. ولافروف يؤكد أنهم ملزمون بمنع اندلاع حرب قوية. قتلى في هجوم على إحدى ضواحي العاصمة الهايتية بورت أوبنز. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.